يعني فجأة كده هنلاقي روبوتس بتركب معانا المواصلات، قاعدة في الكافيهات. والله هو أنا أصلا بتكلم مع آلة، مع جماد. هو أصلا ملهوش قوانين وتحاسبني. هو يروح مثلا يرفع عليا قضية إن أنا مثلا ولا مش بعيد إن هما بعد كده يعملوا للروبوتس دي قوانين بقى، ونلاقي الروبوتس دي ماشية بقى في الشوارع. فعلا. انتي او احنا نلاقيها. فجأة هنلاقيهم عليهم عروض على امازون مثلا، اللي هو روبوت مش بعيد على الصيني فكرة، لأن عليه عرض التطور بقى مش. غريب جدا. ده حقيقي. يعني انت حاسه، مش حاسه معايا ان احنا فجاه ممكن نلاقي الروبوتس دي في الكافيهات، في المطاعم، نلاقي ملايين من الروبوتس موجوده. ممكن. وبعد ممكن كده ده وارد جدا. وتخيلي بقى انك ممكن بعد كده تلجئي للروبوت ده. صحيح هي عبارة ان انا ألجأ لحد ممكن ان هو لانسان آلي كده. بس بقى ايه الانسان الآلي ده هيعمل ايه بقى؟ ممكن يديك الحضن اللي انت محتاجاه. ممكن يديك النصيحة اللي انت محتاجاه. اي نعم، الحضن ده هيكون حضن بارد من آلة، بس ما فيهوش هيعوضك مشاعر. بس بطريقه ما. هيعوضك عن الفقد اللي انت حسيتيه طب من ما هو ده البشر فيه لعب العادي. جامد جدا بعقول البشر يا ايمي. طبعا. يعني لما تلاقي ان الروبوت بيعوضك عن الانسان الحقيقي، فخلاص احنا كده ممكن يبقى قدامنا ثورة من عالم مليء بملايين الروبوتس. اه. يعني فجأة كده هنلاقي روبوتس بتركب معانا المواصلات، قاعدة في الكافيهات. طب ما ممكن بعد كده يجي بقى يقولك بقى احنا هنجوز الروبوت ده. ده مش بعيد كمان مثلا واحدة مثلا تيجي تقولك ايه، انا هجيب روبوت مثلا يبقى اجيب بقى مثلا بيبي، واجيب روبوت يعلمه، يبقى واحد من بطني وواحد من السوق. وواحد بالسوق. انت متخيله ممكن اصلا العلم يوصل بينا لفين، وان الروبوتس دي تبقى داخله في كل حياتنا. يعني تحسي برضو ان التخيل ده رهيب وعجيب.